اللي هو من الحنك الاسفل الى راس الخشم، هذا يسمى حنك. طول سيف اللحي اللي هو طال عمرك من العين الى مقدمه الانف، هذا يسمى سيف اللحي. في طال عمرك عندك القله اللي بين الاذان، هذه ميزه، كل ما كبرت تعتبر ميزه بالفحل او بالناجح. الطفحان يكون مقدمه الراس ما تكون نازله الاسفل، هذه تعتبر ميزه. طول الرقبه واعتدال، هذه تعتبر ميزه. ولكن بعض الابل اذا وقفت تغير هبوط الناس تشوش عليها شوي، فاحيانا ما تكون المواصفات يعني كامله بسبب التصوير وضخامه العظام، طول العظام. هذا يسمى طال عمرك الغارب. الغارب طال عمرك من نهايه الرقبه الى بدايه السنام، هذا يسمى غارب. وكل ما كبر سن البعير طال الغارب. هذا طال عمرك السنام، هذا المردف. المردف هذه طال عمرك كل ما طارت تعتبر عذروب نقص. في طال عمرك اللي هو العرقوب. العرقوب كل ما استقامت الرجل يعتبر عذروب. هذا يعني المطلوب انه يكون في ميلان بالرجل عشان يقول العرقوب هزع. هذه ميزه. بالنسبه للمغاتير الوضح والشعل والصفر يعتبر عذروب اللي هو كبر الخفاف. بالنسبه للمجاهيل لا يعتبر ميزه، تختلف من لون اللون. طبعا المجاهيل له مواصفات خاصه، بينما المغاتير اللي هي الوضح والشعل والصفر والحمر له مواصفات خاصه. طول الجنب طال عمرك يقاس طول الجنب من جرار الورك الى العظم هذا يسمى طول الجنب. بالنسبه للوبره كل ما كانت معكرشه تسمى معكرشه، مجعده افضل. هذه ميزه. هذه المواصفات طال عمرك. يمكن احد غيري